هنا محاولة الله، تياغو جول أول في اللقاء لصالح برشلونة وتياغو يتقدم بأول أهداف اللقاء. الهدف الثالث في هذه البطولة من تياغو. لاحظ شاهد سونج لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، هو الاستكمال بمشط القدم اليمنى. اللاعب تياغو يسجل أول أهداف هذا اللقاء لصالح برشلونة. هدف إذا دون رد صالح برشلونة. ولاحظ البداية كانت من سونج والنهاية تأتي كذلك من جانب رضيع. هنا المحاولة مرة أخرى إلى الأمام، ديفيد فيا ممكن راح الله، جول ديفيد فيا من الزاوية الصعبة يسجل هدف المباراة الثاني لصالح برشلونة. المرور رائع، المرور جميل. لاحظ مرة أخرى تياغو مررها تمريرة الأولى، لاحظ ديفيد فيا واحدة الثانية على طول في الشباك، ومنها هدف المباراة الثاني. الله حلوة وجميلة بكل أريحية بكل بساطة. تعامل مع الكرة الماضية بلمستين فقط بالقدم اليمنى والقدم اليسرى. سونج يلعبها في الجهة اليمنى، أليكسيس ينقلها عرضية، توصل الله يا الله عليك. الأولى في القائم الأيسر وبعدها إلى الشباك مباشرة. أليكسيس يلعب الكرة الماضية، سيرجيو روبرتو يعيدها من جديد إلى ديفيد فيا. ما في أنانية على الإطلاق، الأنانية مش موجودة في فريق كفريق برشلونة. كل يبحث عن حارس المرمى يتمكن في النهاية من التصدي وإبعاد الكرة. ما تقول نتصدى، أقول أن أبعد الكرة. هنا ركلة جزاء، الله، جول رابع. طيب الخاطر يا أليكسيس سانشيز يسجل الرابع أخيرا. حاول في الشوط الأول وحاول في الشوط الثاني وطيب الخاطر في الشوط الثاني وسجل هدف اللقاء الرابع لصالح برشلونة، وهدف المباراة يعني هدف المباراتين السادس، ذهابا 2-0 ايابا 4-0 والنتيجة الكلية 6 أهداف. كرة إلى زميله هنا ديفيد فيا يلعبها في الجهة اليسرى، تيو جول. هذه ركلة الزاوية بمحاولة طبعا اللاعب اللي هو أليكسيس سانشيز. أتت ركلة الزاوية وها هو من جديد هنا تيو في التسديدة، إخفاق من حارس المرمى في التصدي للكرة الماضية، توصل عند أليكسيس سانشيز يكملها على الطاير، يسجل منها هدف المباراة الخامس والهدف الخامس لصالح برشلونة. إذا لدينا 7 أهداف